صباح الفل عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم ان شاء الله. نهاركم قشطه كده وزي الفل، ومساء الفل لو بتشوفوني بالليل. يلا قومي كده اتنشطي بقى وشوفي اللي وراك يا ست الكل يا قمرايه. ابدأي يومك كده، يوم جميل. طبعا احنا في رمضان. يلا بينا بقى، ورينا فرستي ايه وعملتي ايه. تعالوا بينا النهارده نشوف انا هعمل ايه النهارده. زي ما انتوا شايفين كده، ايه الجمال ده يا نهى؟ ايه اللي انتي بتوريه لنا؟ انا النهارده هعمل العصير الروعه ده بقى، تبقي مش عارفه. بصي اكنه مانجا كده، حاجه فاخر من الاخر. هعمل النهارده العصير الجميل ده اللي هو برتقان بالجزر. حاجه جميله جدا، فريش، حاجه بيور كده طبيعيه. احسن بقى من الحاجات المصنعه اللي بنشتريها عشان رمضان ده بقى. يعني مش عايزه اقولك على مجموعه الفيتامينات اللي فيه بقى، فيتامين سي ودال وحاجات كتيره جدا، وفايدته فظيعه. هيشربوها يبقوا مش عارفين اذا كانوا بيشربوا برتقان ولا مانجا من جماله. لو وصلتي لهنا للفيديو ما تنسيش تحطي الشير، تعملي الشير وتحطي اللايك، والكومنت الحلو الجميل اللي بيشجعني كده ان انا اكمل، واعمل لكم وصفات كتيرة ان شاء الله. انتظروا بقى مجموعة من الوصفات لرمضان هتعجبكم جدا. زي ما انت شايفة هنا انا جايبة كمية من البرتقان والجزر. جايبة 2 كيلو برتقان وكيلو جزر. عايزة بقى تزودي حاجة وتنقصي حاجة، المهم يعني هو ده اللي انا بقولك عليه. المقدار المناسب اللي هو الجزر بيبقى نص البرتقان عشان يطلع بالسمك الجميل اللي انت شايفاه ده. وطبعا البرتقان مالي السوق الوقتي والجزر وسعره حلو جدا. بوريكم فانوس رمضان بقى، حلو يا حلو وحوي يا وحوي. انا بحب فوانيس رمضان جدا يا جماعه. عايزه اقول لك ان انا يعني كان زمان بيجي لي فانوس، دلوقتي بيجيليش فانوس، بس باخد الفانوس بتاع اولادي وعادي جدا يعني. وكل سنه وانت طيبه. يلا بينا بقى كده نبتدي نشوف هنعمل ايه. بتجيبي البرتقان وتجيبي الجزر، تغسليهم بقى غسله حلوه جدا كده، وتبداي ان انت تعملي كل حاجه على حده لوحدها، وبعد كده تمكسيهم مع بعض. هنا بقى زي ما انت شايفه كده البرتقان انا هقشره معاكي بالطريقه اللي انت شايفاها دي. لو عندك عصاره برتقان تمام يبقى جميل جدا، تقسميه نصين وتبداي بقى ان انت تقشريه بقى بالطريقة اللي انت شايفاها. انا دي بالنسبة لي اسهل طريقة بقشر بيها البرتقان. يعني انت ما بتفتحيه كده من الجناب ومن فوق، بتديله كده تهوية بسيطة، القشرة بتنفصل زي ما انت شايفة كده بمنتهى السهولة، ما فيهاش صعوبة خالص. هبدأ بقى ان انا افصص كده كل البرتقان واقشره قدامك واعصره. وطبعا قلتلك لو عندك عصارة كهربائية دي بتسهل عليكي، بس صراحة انا ما عنديش. فاعصره عادي في الخلاط بحبة مية صغيرين خالص، لان طبعا زي ما احنا عارفين البرتقال بيبقى مليان ميه. وبعد كده هصفيه، وكملي الفيديو معايا وتشوفي انا هعمله ازاي. وطبعا بقى عصاير رمضان الفريش يعني لا حصر لها. ويعني عايزه اقول لك اجمل من الحاجات اللي انت بتشتريها بره بألف مره. ممكن تعملي الفراوله، موجوده دلوقتي في السوق برضو، جميله جدا وسعرها مش غالي. ممكن الكيوي، وطبعا الكيوي طبعا عارفين الفوائد بتاعته فظيعه وعملته معاكم قبل كده. في ايه تاني؟ ممكن جوافة. يعني انا صراحة بحب اتجه للحاجات الطبيعية دي، احسن من قلتلك من الحاجات اللي بتبقى معلبة ما فيهاش فايدة خالص وفيها مواد حافظة بتبقى مش جميلة خالص. وبرضو اللي هو التمر الطبيعي انا بحبه عن اللي هو البودر الصناعي اللي الاولاد حقيقي بيحبوه، بس انا شايفة ان هو ما فيهوش اي فايدة ولا فيه اي قيمة غذائية خالص. هنا انا خلصت البرتقال، قشرته وخلصته خالص وحطيته على جنب. هنا الجزر معايا بقى بقشره بالشكل اللي انت شايفاه ده. وطبعا الجزر مالي السوق برضو وجميل جدا وسعره حلو. هتبداي بقى تقشري كده الجزر وهقطعه قطع متوسطة، وهسلقه بحبة مية صغيرة على النار زي ما هتشوفي معايا. بايه؟ بكوباية سكر. يعني المقدار كل اللي انت شايفاه ده هحط له حوالي كوباية سكر بس عشان ما يبقاش سكره عالي. وزي ما قلت لك انا بحب كده ايه قبل رمضان ان انا اخزن ازايز العصير دي في الفريزر، وكل يوم بقى اطلع على حسب الكمية اللي انا عايزاها. وبيسهل علينا صراحة وقت كبير جدا. مع ان في ممكن ناس تقولك مثلا هو العصير هياخد وقت، العصير مش شغلانة. لا صدقيني والله بجد العصير بياخد موال، انك تطلعي الحاجة بقى وتعصريها وتستني اما تسقع ومش عارفة ايه، وانت اصلا وراكي حاجات تانية كتيرة جدا. فانت عايزة تكسبي وقت، اعملي زي ما بقولك كده، خزني العصاير من قبل رمضان. حتى برضو فرصة ان انت تدوقي السكر بتاعها اللي هو ما بتبقي فترة يعني قبل رمضان.
وتطلعي بقى في كل يوم الحاجة اللي انت عايزاها. وبرده بعمل الصوبيا وبعمل التمر، والصوبيا بتبقى جميلة جدا يا جماعة. كل اللي انا بقولك عليه دي انا عاملاه فيديوهات وهنزلها لكم، وبرده في فيديوهات قديمة على القناة يا ريت ترجعي لها. ويلا بينا بقى نكمل الفيديو. زي ما انت شايفة مع بعض كده انا خلاص كده قشرت الجزر. هبدأ بقى ان انا اقطعه اهو. بصي بوريكي بقى الجزر والبرتقال. هبدأ بقى ان انا اقطع الجزر كده واسلقه في ميه على النار زي ما قلتلك بكوبايه سكر. عايزه تضيفي بقى فيه ممكن ناس تضيف عود قرفه، مثلا فانيليا. لكن صراحه الجزر والبرتقال من الحاجات اللي هي بتبقى مش محتاجه اي اضافات خالص، لان بسم الله ما شاء الله يعني فايدتها فيها وريحتها جميله جدا. هنا بوريكي القشر اللي انا قشرته، انا مش برميه زي ما قلتلك قبل كده، انا بخزنه من السنه للسنه وبستخدمه بقى في الكيكه او البسيسه، بيبقى روعه. طبعا انت شفتي كذا مره وانا بعمل بسيسه او كيكه معاكم. بطلع قشر البرتقال ده. ممكن انت تجففيه وتسيبيه ما ينشف خالص وتعمليه بودر، وممكن تشيليه زي ما هو كده بس تكوني شايله الابيض اللي جواه. بقعد اشيل اللي هو الحاجات البيضه اللي جواه عشان ما يديش مراره. واحطها في الفريزر في كيس كده او في علبه محكمه، وتطلعي مثلا لما تيجي تعملي الكيك قطعه كده بيبقى جميل جدا زي ما انت شايفه كده. وبرضو بصوا يا جماعة المكاييل المعيارية دي جميلة جميلة جدا. انا عندي كذا واحدة منها، بس اللي قدامكم دي اللي هي على شكل قلب انا لسه جايباها. انا من هواة الحاجات اللي هي الجميلة الرقيقة في المطبخ دي، بحب يعني لما اشوفها كده اجيبها واشتريها، وطبعا بتنفعني جدا في التصوير. اهو اجيب بقى الحله كده وانزل بالجزر بتاعي وحبه سكر زي ما قلت لكم. عايزه تقللي السكر عايزه تكتريه، بس صراحه كل ما قللنا السكر في العصاير اللي هي الطبيعيه دي كل ما خدتي قيمه غذائيه عاليه وحسيتي بطعمها اكتر. بوريكم المكاييل المعياريه بقى اللي لونها البينك والابيض الحاجات الجميله دي. وبعتذر يا جماعه عن صوتي معلش، يعني الفترة دي بقى الواحد بيبقى مجهد جدا، فأنا أي إجهاد بيأثر على صوتي قوي. فيعني سوري معلش. هنزل بقى بالسكر كده وحبة مية صغيرين. وعايزة بقى الجزر يتسلق معايا سلقة معتبرة، سلقة كويسة جدا، بحيث ان انا ما بحبش اصفي الجزر. يعني عشان كده بحب اعمله بيوريه خالص عشان لما اعصره في الخلاط يبقى حاجة كريمي كده. مش بحب اصفيه، بحب اخد كل الفوائد اللي فيه. لكن طبعا البرتقال لازم يتصفى اهو بالشكل اللي انت شايفاه كده. انا هنا حطيته على النار عشان يتسلق. هبدأ بقى ان انا اعصر البرتقال في الخلاط بحبة مية صغيرين جدا. قطعيه بس قطع كده. اكتبي لي بقى في التعليقات وفي الكومنتات انت خزنتي ايه وعملتي ايه، ولو عندكم افكار جميله كده للقناه او اي فيديوهات عايزين نصورها لكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. انا بتبسط جدا اما بلاقي في الكومنتات كده تفاعل معايا و... ويعني مثلا عايزيني اصور وصفه معينه، عايزيني اعمل حاجه معينه او اصور في مكان معين. صراحه ده بيبسطني جدا، وبحاول على قد ما اقدر ان انا البي اي طلب بيكتب لي في الكومنتات، وبحاول ارد على الكومنتات كلها. يا رب دايما كده ابقى عند حسن ظنكم، ويا رب دايما كده القناة تكبر بيكم وليكم. وعايزة اقول لكم انا بحبكم قوي. اهو هنا كده هبدأ ان انا اعصر البرتقال. حقيقة انا عايزة اشتري اللي هو العصارة الكهربائية دي، جميلة جدا، كل ما اجي اشتريها تشغل بحاجة تانية او اروح ملاقيهاش. لكن عايزة اقولك ان هي مفيدة جدا جدا ومهمة صراحة، وبالذات في فصل الشتاء البرتقال بيبقى كتير وبنبقى عايزين نعصره، فهي بتسهل حاجات كتيرة جدا وسهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. هنا خلاص انا عصرت البرتقال كده الكمية اللي انت شايفاها دي. هبدأ ان انا اصفيها يعني اصفيها كويس جدا، وبعد كده ابدا ان انا امكس بقى الاتنين مع بعض بعد ما اعصر الجزر في الخلاط اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده.
عصرت دي كمية البرتقان كلها، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا الجمال، بصوا اللون، يعني عايزة اقول لك الفايدة فظيعة. وبرده ممكن لو انت مش بتحبي الجزر، مع ان عايزة اقول لك ان الجزر مش بيبقى باين خالص، هو بيدي سمك بس كده. انا هنا بوري لك التمر ده، برده هعمله فيديو معاكي. ده التمر الطبيعي طبعا، انا مش بحب التمر اللي هو البودر ده. هنا بقى التمر هعمله برده فيديو تاني معاكي زي ما قلت لك. هعمله لوحده وهضيف له كركديه عشان يبقى ايه اللي هو العناب يعني. هنا الجزر اتسلق خلاص بوريهولك. هبدأ بقى ان انا اعمله في الخلاط وامكسهم الاتنين مع بعض، وكده يبقى خلاص العصير الجميل بتاعنا خلص. هنخزنه بقى في ازايز في الفريزر تكون محكمة كده، او لو عندك اكياس اللي هو اكياس السندوتشات دي اللي هي الصغيرة، وتطلعي على قد الكمية اللي انت عايزاها وتشربي احلى عصير. ويعني فرصة زي ما قلتلك ان البرتقال مالي السوق، هيبقى حاجة جميلة جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميلة دي. بصي الازايز الحلوة دي، وطبعا طلع الازازتين دول وفي ازازتين كمان الكمية اللي انت شايفاها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.